يا مستر ريفيرو يا رفاريفو، ايه الجمال والحلاوه دي يا عم؟ بص يا معالي الباشا، بعد الخماسيه بتاعت الاهلي دي تعال انا اقول لك مستر ريفيرو هيلعب ازاي السنه الجايه. حراسه المرمى من وجهه نظري على الخروج بالكوره لازم مصطفى شوبير، لان احنا عندنا ضعف في الحته دي، سواء اشرف داري او ياسر ابراهيم الاثنين في الخروج بالكوره مش احسن حاجه، وضيف عليهم محمد هاني برده مش احسن حاجه بالخروج بالكوره. يبقى احنا كده عرفنا ان انا لازم العب هنا ببيكهام، وهنا بياسين مرعي، وهنا بشكري، وهنا بكريم فؤاد اللي جاب جون عالمي. كريم فؤاد جوكر، يمين شمال نص ملعب اي حته هتحطه فيها ملوش حل. ليه انا هلعب بكريم فؤاد؟ عشان لما العب بزيزو، زيزو يبتدي يخش لي لجوه ويعمل الاوفر. زيزو هيفضل متحكم تحكم كامل طول ما محمد هاني معاه، لان محمد هاني مخليه طول الوقت لازم يدافع. كريم فؤاد ما عندوش النقطه دي، كريم فؤاد ممكن يشيل الجبهه دي لوحده. طب الناحيه الثانيه بقى اللي بيحصل، الناحيه الثانيه لو تريزيجيه اللي بيلعب يا معالي الباشا، فهو وظفه توظيف جميل قوي النهارده. قال له بقول لك يا تريزيجيه، انطلاقاتك دي تاخدها كده في السريع منه عشان تسقط كمهاجم تاني عشان تستقبل اللي جاي من هنا. طب ومحمد شكري؟ لا، محمد شكري هيعمل لي المثلث الجميل هو محمد علي بن رمضان، عشان نخلي تريزيجيه عنده حريه يخش في انصاف المساحات، يا اما يفتح له الخط ويسيب الحته دي لمحمد شكري اللي دايما مميز بالتسديد. طب نص الملعب ايه اللي بيحصل فيه؟ انت يا ديانج حيرتنا يا ابني، انت جامد ولا مش جامد، ولا خروجك بالكوره، ولا شايل النص لوحدك، ولا ايه الكلام؟ بص يا معلم، ديانج طول ما وش الملعب هتاخد منه نسخه احسن ديفندر جه في تاريخ قاره افريقيا جوه القاره. طب طول ما ظهره الملعب، لا، طول ما ظهره الملعب هتقطع منه الكره وهتحصل مشاكل. فالحل زي ما بقول لك رمضان بيكهام وياسين مرعي، عشان هم اللي ابتدوا يخرجوا بالكوره، وديانج هنا او هنا يبقى وشه للملعب. تخيل احنا كل ده بنلعب وعاملين كل الاداء الجامد ده من غير الملك امام عاشور. قصدك ايه؟ قصدي ان قفشه مش هيديك زي امام، لان امام هيقدر يديك الدور اللي دايما بيحب روفيرو، اللعيب اللي بيسقط على الزون ده عشان يبتدي ياخد لي الريباوند، واللعيب اللي بيعمل لي مثلث هنا ناحيه اليمين عشان يسيب لمحمد علي بن رمضان ناحيه الشمال مع تريزيجيه ومع بن شرقي. اخر حاجه هكلمك فيها، الاثنين مهاجمين، جراديشار بينزل لحد نص الملعب عشان يطلع الاجنحه. انا مش محتاج كده، انا محتاج شريف المخيف العفيف اللي قادر يكون حريف. خدت بالك من محمد شريف في تغيير مساره للكوره، والكره بتترفع من ناحيه اليمين المفروض ان هو يحطها في البعيده فبيحطها في القريبه. طب خدت بالك من محمد شريف وهو بيجيب البيلن وبيحط المدافع في ظهره؟ طب خدت بالك من محمد شريف وهو دايما بيسقط هنا كده اهو في الناحيه دي عشان يعمل كثافه عديه مع الجناح ده ويفضي المساحه للجناح اللي جاي من هنا ويبقى هو المهاجم الثاني؟ فانا من وجهه نظري شريف لو رجع لفورمته هينسينا وسام ابو علي. قول لي انت بقى في الكومنتات بعد اللي انا كله قلته لك ده، شايف ان التشكيله دي هي المناسبه للنادي الاهلي ولا لا؟